أهلاً وسهلاً مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذا أبرز عنوانها: قانون المالية 2025. تخصيص دعم أكبر للأسر والأطفال. تتجه الحكومة المغربية في مشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى تعزيز الدعم الاجتماعي الموجه للأسر والأطفال من خلال تخصيص 10 مليارات درهم. وكشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي عن زيادات مهمة في الدعم الموجه للأطفال المتمدرسين، الأطفال ذوي الإعاقة، وكذلك اليتامى. ويأتي هذا الدعم في إطار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، حيث سيتم زيادة الدعم المقدم لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل في الأسرة، سواء كانوا متمدرسين أو دون سن السادسة أو ذوي إعاقة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم رفع الحد الأدنى للدعم المقدم لكل أسرة بهدف تحسين ظروف العيش للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع. كما أكدت الوزيرة على مواصلة الجهود لتعميم الحماية الاجتماعية من خلال وضع الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة لتوسيع نطاق الانخراط في أنظمة التقاعد وتوسيع الاستفادة من تعويضات فقدان الشغل. الهدف الرئيسي لهذا المشروع هو تعزيز التماسك الاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية للأسر المغربية، مع التركيز على الفئات الهشة لضمان توزيع أكثر عدلاً للموارد والدعم.